ايه اكتر حاجة فيكي بتميزك عن اي بنت؟ سيبوني افكر. فكري براحتك يا هانم. انت ضحكت بقى، انت فهمت. والله مش فاهم. ده انا مسهلها له قوي، بس هو اللي مش حاسس. ايه؟ يعني مش هينفع اقول. نعمل. توصل للجمهور بقى وما انت لو عرفت بقوله. لا البنت خبرة بصراحة يعني، خبرة. عضة اسد ولا نظرة حسد؟ الناس بيحسدوك على ايه؟ ما انا ما اعرفش يعني، اكيد مش هشكر في نفسي يعني. مش دي الخبرة؟ ايوه. والله ما يعني انت شايفة نفسك صحابك بيحسدوك على ايه؟ يعني هما بيحسدوا اي حاجه يعني، او ما حد بيشوفوا حد مبسوط بيحسدوه على طول. تقول لهم. اقول لهم ركزوا في حياتكم احسن واشغلوا نفسكم بنفسكم. ممكن تكونوا احسن مني في حاجات كتيره، بس انتوا مش واثقين من نفسكم. واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. اقنعك ازاي انك الماي وايف بتاعته حبيبته ومراته وقلبه وروح؟ قال لك ايه وانت بتحبه دباديب؟ ما بقعش عيون. يعني لما اكون فاهمه اللي قدامي اكيد يعني مش عارف يوقعني، انا اللي هوقعه ساعتها. ليه الشباب العشرينات لما بتيجي تتجوز بتفكر في ستات الثلاثينات؟ ايه اللي بيميزهم عن جيل العشرينات يا بايرة؟ لان سن ال30 طبعا كله انوثه، بس كله للاسف مش لسه جبت ال30. طبعا عاقلين، طبعا تفكيرهم كويس، غير البنت اللي لسه سنها صغير بتبقى فاهمه كل حاجه طبعا. فالراجل لما بيجي يدور بيدور على العقل قبل اي حاجه. لو الفيديو ده عجبكم يوصلوه كام لايك؟ مليون لايك. مليون. تاني. واعملوا اشتراك في القناة.